من ماتش انت ممكن تخلصه 5-0 او 5-1 مرتاح على اقصى تقدير، الى ماتش بينتهي 2-1 مع افضليه للخصم بتسجيله هدف على ارضك ووسط جمهورك اللي مش جمهور، عشان تنتهي المباراه 2-1 في من نتيجه سوريه كده تبان ان انت يا اهلي كسبان. ولكن انت عارف وانا عارف وكلنا عارفين ان تسجيل هدف بره ارضك مع فرقه من فرق شمال افريقيا، خصوصا المغرب، وفرقه اللي احنا كنا بنلعبها النهارده دي اللي انا اصلا قرفان اذكر اسمهم، تخليهم يعملوا هناك في بلدهم الشغل الشمال اللي حصل معاك السنه اللي فاتت، واللي حصل معاك في 2017، واللي حصل معاك مع الترجي في 2018، واللي حصل معاك في كل مباراه تلعبها مع فرق شمال افريقيا، خصوصا النهائيات اللي هم بيسجلوا فيها هدف في القاهره. ولنا في كل اللقاءات خير مثال. النادي الاهلي النهارده بيتفنن في ضياع الفرص كانت كفيله ان هي تخليه يروح هناك في افريقيا او في المغرب او في اي بلد، يحط رجل على رجل ويشرب شيشه ويطلب حجرين معسل ويقول مين قد يا افريقيا، انا الاهلي، ويكون مخلص البطوله من هنا في القاهره. ولكن اقول ايه، ما هي الكلمه ما تتقالش الا كده، هي الكلمه قليله الادب، لان هم اللي عملوه لعيبه الاهلي النهارده قله ادب. مين لعيبه الاهلي النهارده؟ على راسهم وكبيرهم اللي الناس كلها كانت في عز ما هو جايب اجوان وعمال يجيب في اهداف وعمال مش عارف يعمل ايه. انا قلت لكم يا جماعه اقسم بالله والله العظيم 3 لعيب حنكش لا يصلح لارتداء تيشيرت النادي الاهلي. اللعيب ده اللي اسمه محمود كهربا اللي ضيع انفراد في الدقيقه 8. تخيل تجيب جون في الدقيقه 8، كانت بقيه المباراه او ال 88 دقيقه اللي فاضله طبعا بحسبه الوقت بدل الضيع كانت هتبقى شكلها عامله ازاي. محمود عبد المنعم كهربا النهارده بيتفنن في ضياع الهدف الاول اللي هو كان هيفتح اللقاء، وبيتفنن في ضياع الهدف الثالث اللي بيرسي تاو عمل فيها مجهود جبار من الناحيه اليمين وجري ورقص المدافع ولعبها له والشبكه شبه فاضيه، عشان محمود عبد المنعم كهربا يقرر ان هو يشوطها بالرجل الشمال الضعيفه اللي هو مش عارف يرتكز عليها ويشوطها اي حاجه عشان تروح سهله في ايد الحارس ويضيع الهدف الثالث لما كانت النتيجه 2-0. تخيل محمود عبد المنعم كهربا ضيع اول هدف، فرصة أول هدف محققة، انفراد تام، الكرة راجعة بالخطأ من مدافعين نادي الوداد ومحمود عبد المنعم كهربا بيديها للحارس في صدره. ومحمود عبد المنعم كهربا لما كانت النتيجة 2-0 للنادي الأهلي بيجيله هدف محقق، الشبكة شبه فاضية، بيقرر ان هو يشوطها برجليه الشمال عشان يضيع علينا فرصة 3-0. يعني محمود عبد المنعم كهربا جايب جون ومضيع جونين، ولو البطوله دي ضاعت هتكون ضاعت بسبب الفرصتين اللي ضيعهم محمود عبد المنعم كهربا اللي لا يصلح ولا يستحق ارتداء تيشيرت النادي الاهلي. ده يليق بالزمالك، الزمالك اللي بيفرحوا جمهوره بترقيصه بكعب بتشميسه، بيفرحوا بالحاجات دي ومش مهم اي حاجه تاني لان هم ملط وهم عارفين ان هم ملط. ولكن احنا النادي الاهلي نادي الفرص، نادي استغلال الفرص، نادي الرجوله، نادي البطولات، اللي محمود عبد المنعم كهربا ما يعرفش حاجه في حياته غير الهزار والحنكشه والمرقعه، وده ما ينفعش جوه النادي الاهلي. هتختلف معايا؟ هتختلف ازاي؟ انا بقول لك مضيع هدفين في ماتش كان يخلص 5-1، ولكن بسبب محمود عبد المنعم كهربا ضاعوا هدفين من الخمسه، وتسجل هدفين وفي هدف ضاع ولكن بأرجل لاعب اخر من لعيبه النادي الاهلي. مين المتسبب الثاني النهارده في نتيجه اللقاء او ان الماتش يخرج 2-1 من وجهه نظري المتواضعه اللي يعني تكاد تصيب وتكاد تخطئ، ولكن ده رأيي اللي مش هغيره مهما تعرضت من اختلافات ومن يعني اختلافات مع اشخاص اخرين. كولر النهارده بيغلط نفس غلطه مباراه فلامينجو في كاس العالم للانديه. مباراه فلامينجو كنا ماسكين كوره مسيطرين، فلامينجو خطف هدف، بعد كده احنا اتعادلنا وبعد كده جبنا الهدف الثاني وعملنا شوط من احسن الاشواط اللي اي حد بيحب الكوره، مش شرط اهلاوي او اي حاجه تانية، اي حد بيحب الكوره هيتمتع وهو كان بيتفرج على اهلي كولر في ماتش فلامينجو بالذات، خصوصا بعد ما استقبلنا الهدف الاول، جبنا التعادل وجبنا الهدف الثاني، مسكنا المباراه طول وعرض، سيطره فوق وتحت،
ماسكين المباراه في فلامينجو البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه اللي بتقدم كوره من اقوى الكرات في العالم بعد كره اوروبا، مش عارفين يخرجوا بالكره، مش عارفين يعملوا عليك هجمات، لحد ما كولر قرر ان هو يدافع. هتقول لي اتطرد منه واحد. قبل ما يطرد منه الواحد قرر ان هو يدافع. الطرد ده كان ساعتها كان خالد عبد الفتاح، ولكن من قبل الطرد وكولر مقرر يدافع. ليه انت النهارده بتغلط نفس غلطه ماتش فلامينجو لحد ما الماتش خلص 4-2 لفلامينجو مع هدف ملغى من الفار، مع هدف تاني متشال من على الخط. كانت هتبقى فضيحه، كانت هتبقى 6-7 بعد ما كنت كسبان 2-1 وماسك الماتش طول وعرض. النهارده كولر بعد ما كان كسبان 2-0 وماسك الماتش طول وعرض، والدقيقه جت عليك 60 وفاضل نص ساعه، ولعيبه الوداد وقعت بدني. الجمهور اللي في المدرجات اللي هو مش جمهور اصلا فاهم ان لعيبه الوداد وقعت بدني، لعيبه الوداد فاهمه ان هي وقعت بدني، لعيبه الاهلي فاهمه ان لعيبه الوداد وقعت بدني، المذيع اللي بيعلق على الماتش حسام الشوالي فاهم ان الوداد وقع بدني. الا مارسيل كولر اختار ان هو يرجع لعيبه النادي الاهلي عشان يتمركزوا في مناطقهم الدفاعيه، وقال لك خلاص حلو قوي كده، رضا بالصلاه على النبي 2-0 حلو قوي كده يا معلم. ليه يابا؟ ليه اتقل فينا وفي اللي خلفونا؟ ايه الجبن ده؟ احنا ليه موعودين بمدربين جبنه بعد مانويل جوزيه؟ الله يمسيك بالخير، الله يمسيك بالخير يا مانويل يا جوزيه. موعودين طول الوقت بمدربين جبنه اشباه رجاله، هيئتهم هيئه الراجل بس هم ما عندهمش قلب الراجل. من كيروش لكولر لموسيماني لكوبر لاجيري كلكم كده المزبله التاريخ. طبعا كولر كفنيا مدرب مفيش اختلاف عليه، ولكن هنا حته نفسيه بقى، هنا لما انت تقرر تدي تعليمات لعيبتك ان هم يرجعوا يدافعوا، دي مش حته فنيه خالص، دي حته نفسيه. انت خفت، انت الجبن اللي جواك هو اللي ساقك في التوقيت ده. عشان كده قررت ان انت من بعد الهدف الثاني ترجع وتبطل ضغط في مناطق الوداد، وتبطل استحواذ على الكوره، وتبطل الزياده العدديه في منتصف ملعب الوداد، وبالتالي ما عرفتش ان انت تجيب الهدف الثالث، وبالتالي جرأت لعيبه الوداد عليك، وبالتالي جابوا فيك جول. لا وبعدين ايه؟ الماتش بقى ولع الجول في الدقيقه 85 للوداد، النتيجه بقت 2-1، بقى في مدعكه، الماتش اتحول معركه بدنيه. وبرضه لعيبه الوداد يعني زي ما انتم عارفين هنجيلهم برضه، ولكن الماتش اتقلب معركه بدنيه. اي حد بيخش مع لعيبه الوداد في معركه بدنيه او في صراع ثنائي في التوقيت ده من بعد الهدف، كانوا بيطلعوا بالكوع وبالدماغ وبالكتاف وبالظهر وبيضربوا بكل حته في جسمهم. رايح كولر بقى في التوقيت ده اللي هو خلاص بقى في مدعكه في منطقه نص الملعب وفي الملعب كله، رايح ينزل لي مين؟ احمد عبد القادر ومحمد شريف، اتنين اساسا عندهم انيميا، اللي هم اساسا لو حد التحم معاهم في كوره بوم هيوقعهم، هيرقدوا على الارض، مش قادر، مش هيقوموا من على الارض غير لما نسفرهم المانيا يتعالجوا. انت بتنزل مين يا اسطى؟ انت فين دماغ يا عم؟ انت يا دين يا رب، يا رب بتنزل عبد القادر ومحمد شريف في معركه بدنيه؟ انت عبيط يا اسطى. يعني طب ما انت عندك محمد طاهر على الدكه، يا بقول لك ايه ده؟ انت تنزل محمد الشناوي تنزله يلعب في نص الملعب كده يجري ورا اللعيبه يدرتغ فيها طالما الموضوع اتقلب بدني، ولا انك تنزل عبد القادر وشريف؟ انت يا اسطى انت بتفكر منين يا اسطى؟ يعني انت لما تروح خناقه هتاخد معاك عبد القادر وشريف؟ ارحم ميتي. خلاص ماشي، خلاص نيجي بقى لعيبه الوداد ده نادي هم مسمينه وداد الامه، انا مسميه شخه الامه عادي، او شخه الامه الاسم يليق بك تماما يا ابني، متفصل عليك شخه الامه. الحقيقه يا وداد انت عمرك ما خسرت عليك الرهان ان انت تبان حقير واحقر من المره اللي قبلها في كل مره قدامي. عمرك يا ابني ما خسرت الرهان، وعمرك ما فشلت انك تخليني اشوفك وضيع. عمرك ما خسرت الرهان انك تخليني اشوفك قذر وضايع ومتسول وصفيق وحقير وقريب من الارض جدا وتستاهل المهانه، كل المهانه. يا ابني العب معايا كوره، لعبني كوره، العب معايا 90 دقيقه 11 ضد 11،
راجل ضد راجل، فرقه ضد فرقه، نادي ضد نادي. ليه دايما اول؟ ليه الجون بتاعك يسقط يقعد على الارض؟ خلينا نقول يقعد على الارض، مش على حته تانية. يقعد على الارض في الدقيقه 20 يقوم في الدقيقه 23. ليه حارس مرمى ما حصلوش حاجه؟ هو طلع خد الكرة قعد على الارض. ليه لعيبتك تفضل تقعد وتمسك رجليها وتمسك فخدها وتمسك حته تانية؟ ليه يا ابني؟ انتوا بتحبوا المسك يعني؟ انا مش فاهم ليه انتوا ليه بتعملوا كده؟ ما تلعبوا كرة يا جماعه، العبوا كوره يا جماعه. انتوا فريق كوره، انتوا تقريبا حد يعني لازم يواجهكم بالموضوع ده كل شويه، كل يومين ثلاثه كده. يا وداد تعالى انتوا فرقه كوره، يا وداد تعالوا انتوا فرقه كوره، يا فرقه الوداد تعالوا احنا لعيبه كوره. يا جماعه افتكروا ان انتوا لعيبه كوره. كوره يا جماعه، كوره كوره كوره. تعرف الكوره كوره مدوره، لعبه بتتلعب في خلال 90 دقيقه في مستطيل اخضر، نجيله، ارض طبيعيه، نجيله، في هنا جون وهنا جون، و11 راجل ضد 11 راجل بيجروا ورا الكوره، واللي بيسجل اهداف اكتر بيكسب المباراه، مش اللي بيقع اكتر واللي بيستموت اكتر واللي بيتعولق على الارض اكتر واللي بيتمسكن على الارض اكتر واللي بيفضل يصوت زي الحريم اكتر هو اللي بيكسب. العبوا كوره زي الرجاله، العبوا كوره زي الرجاله. ما تعرفوش تلعبوا 90 دقيقه قدام الاهلي زي الرجاله. ما تعرفوش تلعبوا غير ان انتوا تقعوا على الارض وتمسكوا وظهركم وتناموا على بطنكم. ما تعرفوش تعملوا حاجه غير دي. الاهلي، رساله لعيبه الاهلي في اخر الحلقه: انتوا اللي صعبتوها على نفسكم، وانتوا اللي باذن الله هتكسبوا هناك في ارضهم، وهتردوا اعتباركم قبل اعتبار اي حد. انتوا اقوى من انتوا اقوى من اي حد في القاره دي. انتوا اقوى من اي حد في القاره دي. خش في اي صراع ثنائي في ماتش العوده، افرم اللي قدامك. اطلع في اي كرة هوائية ضد خصمك، افرمه. دوس على نفسك في ارض الملعب، هتكسب. اكسب الثنائيات، هتكسب المعارك، هتكسب الكرة التانية، هتبقى شرس. خصمك هيشوف ده في عينيك، هيرجع وهيكسكس منك. انت البطل يا اهلي، وانت الشعار اللي لا يقهر اذا حد لعبك راجل لراجل. ما تخليش المباراة تتحول لمعركة بره الكورة، وكل ده في ايدك انت اللي لو جبت هدف وكسبت الثنائيات وكسبت المعارك الثنائية وكسبت المعارك البدنية وكسبت كل المعارك اللي بتحصل بسبب الكرات اللي في الهواء والكرات اللي على الارض والكرات المشتركة، انت اللي في ايدك قدرك، وانت اللي في ايدك مصيرك. انت لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي انت كسبان. يعني الماتش هناك لو خلص 0-0 1-1 2-2 اي نتيجة تعادل انت كسبان. انت يا اهلي كسبان، وانت الشخصية، وانت روح الفانيلا الحمراء، وانت اللي وراك 100 مليون واكتر في كل الدول العربية، وانت اللي مفيش حد بيعرف يرفع عينه فيك لو الماتش اتحول للعب كورة. ما تخليش الماتش يتحول لخناقة، ما تخرجش بره تركيزك. هيحاولوا يضغطوا عليك زي السنة اللي فاتت. فوزي لجع هيحاول يتدخل ويعمل كل الحاجات اللي عملها لشخت الأمة السنة اللي فاتت. الوداد النهارده شفتوه فرقه ملط عامله ازاي، خطف عليك هدف في اخر دقايق، ولكن ده النتيجه دي لا تعبر عن سر اللقاء. زي ما قلنا في اول الحلقه النتيجه كانت تخلص 5-1 مستريح ليك ولعبتك، ولكن كهربا وكولر تفننوا في ضياع النتيجه وفي ضياع المكسب الكبير. انت يا اهلي اللي محدش يقدر عليك. لعيبه الاهلي لازم تتحلوا بالشخصيه، لازم تنسوا اللي حصل في ماتش مصر والسنغال هناك لما خسرنا المعركه النفسيه قبل ما نخسر المعركه الفنيه والبدنيه. ما تخليش الجمهور يضغط عليك، ما تخليش الحكم يضغط عليك، ما تخليش الجهاز الفني اللي قاعد بره بتاع شخة الامه يضغط عليك، ما تخليش اي حاجه تاثر عليك. انت الاهلي، انت كسبان، هتروح هناك براس مرفوعه، هتروح هناك بنتيجتك اللي انت جبتها هنا باقدامك وبتعب لعيبتك، وباذن الله هنرجع من هناك مرفوعين الراس ورافعين الكاس في نفس الارض اللي السنه اللي فاتت خسرنا عليها الكاس. هنرجع باذن الرحمن وباذن الله رب العالمين راجعين بالكاس. لحد هنا وبتكون الحلقه انتهت. يعني انا اسف، حلقه كئيبه يعني كلنا زعلانين وكلنا عندنا مشاعر سلبيه يعني، ولكن ان شاء الله اللي جاي احسن. لحد هنا بتكون الحلقه انتهت. اتمنى اني كنت ضيف خفيف على حضرتك، بقدر وقت حضرتك جدا، بحترم شخصك جدا. دمتم جميعا بألف خير. صلي على سيدنا محمد، ما تنساش دي اهم حاجة في يومك. السلام عليكم.